الموضوع ببساطه يا عم زيزو ان انت اللي عملت كده، انت اللي بعت للناس الوهم وان انت واحد من الجمهور شتيمه جماهير الزمالك لزيزو. طبعا احنا ضد الشتيمه لاي لاعب ايا كان هو مين، ولا على اللاعب نفسه ولا على اهل بيته، عشان ما حدش يرضاه على نفسه اصلا. بس انا نفسي الناس كلها تتكلم بعد شتيمه اي لاعب، مش عشان هو مثلا زيزو او بيلعب في الاهلي او ايا كان فلان او علان. اي شتيمه كل الناس اللي بتتكلم دلوقتي تطلع تتكلم وتقول ان الشتيمه غلط وان ده ما ينفعش يحصل، يبقى مبدأ موجود ومحدش يجزأه. مش عشان انا بشجع الفريق الفلاني فاللعيب ده اتشتم فازعل، والعكس لما يحصل لا عادي ما عنديش مشكله فيه. الموضوع ببساطه يا عم زيزو ان انت اللي عملت كده، انت اللي بعت للناس الوهم وان انت واحد من الجمهور، انت مش مجرد واحد محترف وممكن تروح النادي المنافس تاني يوم عادي. زيزو حاول يشتغل الجماهير بالحوار اللي طلع قاله على الاداره والناس ما اشترتش اصلا الموضوع. عندك مشكله مع الاداره يبقى تبعد الجمهور بره الموضوع خالص، اطلع يا باشا في التلفزيون مع اي حد واحكي الموقف قبل ما تمضي مع اي نادي، وقول والله يا جماهير الزمالك انا جاي لعرض من السعوديه وجاي لعرض من الاهلي بس انا مش هروح الاهلي عشان خاطركم، وساعتها الناس هتشيلك فوق دماغها ومش هتنسى لك الموقف ده مش بعيد اصلا يروحوا يشيلوا الاداره يمشوهم من النادي. انما تبقى ماضي اصلا مع النادي الاهلي وطالع تقول اي كلام، الناس هتشتري ازاي؟ انت اللي عملت كده وطلعت في كذا لقاء وقلت اروح ليه العب في النادي المنافس عشان خاطر ايه، ده كلامك مش كلام حد تاني.